تخيل لو قلتلك إن في وحش أسطوري من أيام الديناصورات طوله يصل لعشرات الأمتار وحجمه يبلغ مئات الأطنان لسه عايش لغاية دلوقتي. في بحيرة نس أو لوخ نس زي ما بيسموها في اسكتلندا موجود واحد من أغرب الظواهر اللي لحد النهاردة محدش عارف يفسرها ولا يتأكد منها. وحش غامض ومخيف وحجمه شديد الضخامة لدرجة أسطورية. ناس كتير شافته ورصدته على مدار عشرات السنين وبيقولوا إنه موجود هناك في قاع البحيرة، غير عشرات الصور والتقارير اللي أبرزت وجوده. بس لحد النهاردة محدش قادر يلاقيه ولا يعرف شكله عامل ازاي ولا حقيقته ايه. السلام عليكم ورحمة الله يا صديقي العزيز، هات بقى كوباية الشاي الحلوة في ايديك وتعالى معايا النهاردة احكي لك عن القصة الغامضة لوحش لوخ نس الاسطوري، وازاي ممكن يكون واحد من اقدم الكائنات على وجه الارض واللي لسه عايشة من ملايين السنين ومحدش يعرف عنها اي حاجة. وفي الوقت نفسه هنحاول نعرف مع بعض فين الحقيقة وفين الخيال. يلا بينا. في القصص والأفلام دايما كانت الوحوش بتظهر نتيجة طفرات جينية أو تجارب مختبرية مجنونة، بالظبط زي ما شفنا في فيلم جودزيلا اللي كان وحش فيه ناتج من انفجارات نووية أثرت على سحلية عادية وحصل لها طفرات جينية وحولتها لوحش ضخم بيدمر الجيوش والمباني. بس لو كنت متخيل إن وحش لوخ نس اللي احنا على وشك إننا نتكلم عليه دلوقتي ينطبق عليه الكلام ده نفسه، فيؤسفني إن أقولك إنك غلطان، لأن الحكاية في الواقع بتبدأ من قبل كده بكتير، وتحديدا في القرن الستاشر قبل وجود التكنولوجيا الحديثة. عزيزي، القصة بدأت لما كتب القديس كولومبا عن رؤيته الوحش بيهاجم راجل في بحيرة في اسكتلندا اسمها بحيرة نس أو لوخ نس، والحكاية دي كانت في القرن الستاشر، ومن ساعتها ناس كتير قالوا إنهم شافوا الوحش ده أو آثاره في المية، ووصفوه الشهود بإنه كبير وضخم برقبة طويلة وعنده سنام أو أكثر زي بتوع الجمل كده بيظهروا دايما من وسط المية. على مر السنين والعصور المشاهدات دي كانت بتحصل كتير جدا وفي أوقات مختلفة ومن ناس مختلفة، بس علشان نقدر نشوف المشاهدات دي ونختبر مدى صحتها مع بعض لازم الأول نتكلم عن بحيرة نس ونعرف هل ممكن وحش ضخم زي ده يستخبى في وسط بحيرة زي دي فعلا ولا لأ. بحيرة لوخ نس يا عزيزي بحيرة كبيرة للماء العذب موقعها في منطقة الجبال الاسكتلندية، وهي موجودة على بعد 37 كيلومتر تقريبا جنوب غرب مدينة انفيرنس في اسكتلندا، ومساحة سطحها تقريبا 56.4 كيلومتر مربع، وهي تاني أكبر بحيرة في اسكتلندا بالمناسبة بعد بحيرة تانية اسمها لوخ ليموند. طب عمق البحيرة دي قد إيه؟ وهل هو صالح لاحتواء وحش زي ده؟ عزيزي، أقصى عمق للبحيرة تقريبا 230 متر، وده معناه إنها تاني أعمق بحيرة في اسكتلندا بعد بحيرة مرار، وعمقها صالح جدا بالفعل لاحتواء وحش ضخم زي ده، يعني القصة مش بعيدة. زي ما قلت لك يا صديقي مشاهدات وحش لوخ نس ابتدت من القرن الستاشر، بس بداية انفجار القصة ومعرفة العالم كله بيها حصلت في الثلاثينات من القرن العشرين، وتحديدا سنة 1933 لما نشرت صحيفة اسمها انفيرنس كورير خبر عن زوجين قالوا انهم شافوا الوحش وهو بيعبر البحيرة. القصة حصلت يوم 22 يوليو سنة 1933 لما كان السيد جورج سبايسر وزوجته سايقين عربتهم على طول الجانب الشرقي من بحيرة لوخ نس. الساعة كانت تقريبا ما بين 3:30 و4 العصر، وكان الزوجين وقتها في مكان ما على الطريق ما بين منطقة دوريز ومنطقة فويرز، وكانوا طالعين بعربتهم على مطلع فوق تلة صغيرة. بس فجأة وفي وسط ما هما ماشيين ظهر قدامهم مخلوق ضخم كان بيعبر الطريق قدام عربتهم من الشمال لجهة اليمين. المخلوق ده ظهر فجأة على مرمى بصرهم لمدة كام ثانية، لكنه كان سدد الطريق بالفعل قدامهم بسبب ضخامته اللي خلتهم يشوفوه وهم طالعين التلة من على مسافة بعيدة، وعلى حسب كلامهم فهو لون جلده كان رمادي بنفس لون جلد الفيل تقريبا، وجسمه ضخم جدا وسميك وبيتحرك عن طريق الزحف زي حركة الفقمة أو كلب البحر. ورقبة الوحش كانت طويلة جدا وظهر فيها حلقات بتتحرك كأنها موجات بتنتقل من فوق لتحت، وشكلها غريب وغير مألوف. ومع حركة الكائن اختفت رقبته ما بين الشجر اللي على جنب الطريق، واختفى باقي جسمه كمان بعدها مباشرة. جورج ومراته لما حكوا قصتهم قالوا إن الكائن ده ما كانش ليه أي أرجل مرئية من أي نوع ولا ذيل، لكنهم شافوا في نهايته حاجة شبيهة بالذيل شايل عليها كائن تاني باين عليه حيوان، وما قدروش يحددوا هل الحيوان ده له علاقة ودية مع الضخم ده ولا هيكون وجبة العشاء بتاعته. بعد ما شافوا المخلوق رؤى العين كمل السيد جورج سبايسر وزوجته طريقهم وهم مصدومين ومش مستوعبين، وطبعا زي ما انت متخيل الفضول البشري شجعهم انهم يرجعوا تاني ويدوروا على الكائن الضخم اللي شافوه، لكن لسوء حظهم او حسنه لما رجعوا المكان نفسه تاني كان المخلوق ده اختفى تماما من دون ادنى اثر، وما كانش فيه اي شيء يدل على ان الكائن ده مر من هنا غير العشب اللي باين عليه انه مرت عليه اقدام ضخمه وتقيله سحقته تحتها.
وعلى الجانب البعيد من البحيرة لقوا آثار حاجة كبيرة زحفت ناحية البحيرة. المهم إن في الوقت اللي كان فيه جورج وزوجته في رحلتهم جوار بحيرة لوخ نيس كان عمرهم ما سمعوا عن قصة وحش البحيرة ده نهائيا، وما عرفوش أي حاجة عن الوحش غير بعد ما وقفوا واحد كان راكب موتوسيكل ومعدي في الطريق وحكوا له عن الكائن الغريب اللي شافوه. وهنا الشخص ده حكى لهم عن قصة وحش بحيرة لوخ نيس الأسطورية، وإن ناس كتير حكت عنه زمان على مر العصور وقالوا إنهم شافوه في أماكن متفرقة حوالين البحيرة. وبعد تردد من السيد جورج وزوجته قرروا إنهم يشاركوا قصتهم وبعتوا حكايتهم في رسالة لجريدة انفيرس كورير اللي بدورها نشرت قصتهم دي يوم 4 أغسطس سنة 1933. ومن هنا انفجرت شعبية القصة وناس كتيرة سمعت عنها للمرة الأولى وخطفت خيال العالم كله. وفي الشهور والسنين اللي بعدها ناس كتير راحوا بحيرة نيس علشان يشوفوا الوحش ده هم كمان، لكن محدش عرف يقدم أي دليل مادي ملموس على وجوده لحد ما ظهر دليل قلب الدنيا كلها رأسا على عقب. الدليل ده كان أول صورة يصوروها للوحش واللي اتعرفت بعد كده باسم صورة الجراح. ففي سنة 1934 كان الدكتور روبرت ويلسون جراح أسنان من لندن بيقضي عطلته في اسكتلندا، وكان مهتم بالبحث عن وحش البحيرة الغامض بعد ما سمع عنه زي كتير من الناس. وفي يوم كان بيسوق عربيته على ضفة البحيرة شاف حاجة غريبة بتخرج من المية، حاجة لونها اسود برقبة طويلة وراس مدورة أقرب لشكل الديناصورات المعروفة. ومباشرة أول ما شاف المشهد ده وقف الدكتور روبرت عربيته وطلع كاميرته اللي كان واخدها معاه مخصوص وصور المخلوق الغريب ده 4 صور. وبعد لحظات اختفى الوحش في قاع البحيرة، لكن بعد ما الدكتور روح وفرغ الصور بتاعته علشان يتفرج عليها لقى واحدة من الصور واضحة جدا وأظهرت تفاصيل مذهلة للوحش. ولأن الدكتور ويلسون ما كانش عايز يكشف عن نفسه وكان خايف لسمعته تتأثر كونه عالم وجراح، بعت الصورة الواضحة لصحيفة دايلي ميل وادعى انه فقد مصور هاوي. وفي يوم 21 ابريل سنة 1934 الصحيفة نشرت الصورة وأطلقت عليها اسم صورة الجراح، وأثارت ضجة عالمية بعدها لما أصبحت أشهر صورة للوحش واللي بيظهر فيها راسه ورقبته وهو بيخرج من المية. وناس كتير اتكلمت عنها وحكوا عنها قصص وحكايات استمرت لسنين طويلة جدا. لكن في سنة 1994 ظهرت صدمة كبيرة للمقتنعين بوجود وحش لوخ نيس لما أعلنوا إن الصورة الشهيرة دي لوحش البحيرة كانت في الحقيقة خدعة، وإن اللي نفذها كانوا 3 رجالة وهم الدكتور ويلسون وصديقه موريس تشامبرز وابن عمه كريستيان سبيرلينج. اللي عملوه بالظبط علشان ينفذوا الصورة إنهم جابوا قناع مطاطي شبيه للوحش وثبتوه على مقدمة غواصة صغيرة وأبحروا بيه في البحيرة، وبعدين التقطوا الصور اللي كانت بزاوية معينة مبينة إنها وحش فعلا وأرسلوها لصحيفة الدايلي ميل واستمتعوا بمشاهدة العالم وهو بيتخدع منهم. محدش فيهم كشف عن الخدعة دي إلا بعد سنين طويلة بعد وفاة تشامبرز وويلسون، وكان سبيرلينج الوحيد اللي لسه عايش ساعتها وحكى القصة قبل ما يموت هو كمان، وكشف عن شكل القناع والغواصة اللي كانوا مخبيينها في حظيرة لسنوات طويلة. بس تفتكر يا عزيزي الناس بعد الكشف عن الخدعة دي تأثروا ولا بطلوا بحث عن الوحش؟ لا خالص، والدليل إن مشاهدات وحش لوخ نيس اتكررت بعدها عشرات ويمكن مئات المرات، وكل واحدة فيهم بتحكي تفاصيل مذهلة. في سنة 1960 المهندس البحري تيم دينسيلو قدر يصور فيلم للوحش ظهر فيه جسم مظلم ومتموج بيسبح في البحيرة. وبعدها سنة 1975 المغامر والباحث في الخوارق أنتوني تشيلز قدر يلقط صورة للوحش ظهر فيها راس ورقبة طويلة وجسم مغطى بالحراشف، وقال تشيلز عنها إنه شاف الوحش وهو بيخرج من المية وهو بيطلق صوت مرعب. وفي سنة 2019 المدرس الإنجليزي إيوان ماكريجور لقط صورة تانية للوحش ظهر فيها ظل ضخم بيسبح تحت سطح المية، وقال ماكريجور ساعتها إنه شاف الوحش بيسبح بجانب القارب بتاعه وإنه كان أكبر من القارب نفسه. وقال بعض الخبراء عنها إنها ممكن تبقى أفضل دليل على وجود الوحش لغاية دلوقتي. ورغم إنه بعدها كشفوا عن كتير جدا من الصور والفيديوهات المفبركة للوحش إلا إن قصته كانت مثيرة جدا، وتحولت بحيرة نيس أو لوخ نيس لواحدة من أكبر المزارات السياحية في العالم، ومئات الآلاف من الناس بيجوا يزوروها كل سنة، لحد ما في سنة 2023 قرر بعض العلماء إنهم يعملوا أكبر عملية مسح وبحث عن الوحش في البحيرة في آخر 50 سنة. البحث ده بدأ في 27 أغسطس 2023 وشارك فيه مجموعة من الباحثين والهواة من مختلف الدول بالتعاون مع مركز بحيرة لوخ نيس، واستخدموا فيه مجموعة من التقنيات المتطورة منها مثلا طيارات درون من دون طيار مجهزة بأجهزة مسح حراري علشان تلقط صور للمية وترصد أي أجسام غريبة، ومعاها كمان قوارب مزودة بكاميرات بتعمل بالأشعة تحت الحمراء لتصوير أعماق المياه. ده غير الميكروفونات الحديثة الحساسة اللي بيسموها الهيدروفونات اللي بتقدر تسمع الأصوات الخافتة اللي بتحصل تحت سطح المية، وغير كمان أجهزة السونار اللي بتقدر تكشف أي أجسام غريبة تحت السطح. طب وإيه النتائج؟ طلع مزيف؟
الحقيقة إن على عكس ما أنت متوقع يا عزيزي، البحث أظهر نتائج مثيرة للاهتمام وغريبة، زي مثلا إنهم سجلوا لقطات فيديو ظهر فيها ما يشبه ظهر حيوان له حراشف غامضة وبيتحرك في البحيرة قبل ما يختفي، وبعدها قدموا لقطات لمركز بحيرة لوخ نيس ظهر فيها خطوط في المية ممكن تكون ضلال للوحش، وكمان رصدوا ظل عملاق بيتحرك تحت سطح المية مباشرة. ولحد النهاردة محدش عارف ينفي أسطورة الوحش أو يأكدها تأكيد قاطع. فيا عزيزي انت شايف ايه؟ هل الوحش ده محض خيال تحول من السنين لأسطورة بيدور عليها الجميع وبيخترعوا تفاصيل أو يتخيلوا مشاهد مرعبة في وسط الضلمة علشان يلاقوها؟ ولا فعلا ممكن يكون حقيقة ويطلع فيه كائن غير معروف للعلم البشري ما زال لحد النهاردة موجود تحت مياه البحيرة؟ المثل القديم بيقولك مفيش دخان من غير نار، ومستحيل الحكايات دي كلها تظهر بالكثافة دي من غير ما يكون في مشاهدات حصلت لحاجة غريبة في البحيرة بالفعل. فيا ترى ايه السر وراء اللغز الغامض ده؟ هو ده السؤال اللي الزمن لوحده قادر يجاوبنا عليه. صديقي العزيز، كان معاك أخوك غازي، والحلقة القادمة ألقاك على خير إن شاء الله.